حاجات هتقولك ليه اختياراتك مدمرة حياتك. انا حمار، انا حمار وغبي. في الحقيقة مش أحمد سعد وياسمين عبد العزيز اختياراتهم بس هي اللي مدمرة حياتهم. أيوة انت يا اختيارات عرة يلي بترجع تموف اون ب6 سنين بعدها وتغني ظلموه. تعال أقولك ليه اختياراتك مدمرة حياتك. أول سبب بتخلي اختياراتك مهببة هو خوفك من الوحدة، عايز ترتبط بأي شكل وتاخد أو تاخدي أي لقب اجتماعي، فصوت بتلبسه في أي حد معدي وتتبهدله بسرعة. تاني حاجة عدم تقديرك لنفسك وقلة ثقتك فيها. والله العظيم انت تستحق تتحب، اختار اللي يحبك بقى واللي يستاهلك. تالت حاجة هي المبررات، لما الطرف التاني بيقلل منك او بيجي عليك بتحط له بقى المبررات. انا وانت وبابا وناهد وكلنا كده عارفين ان هي مش حقيقية، بتحطي نفسك في مواقف بايخة. بس اهي اي حاجة نصبر بيها على العلاقة لحد ما تدمرنا وخلاص. اختاروا صح وبالراحة وبهدوء ومن غير اي مبررات ولا تنازلات، وساعتها بس اختياراتكم هتنور حياتكم. قولولي بقى في الكومنتات ليه اختياراتكم بتدمر حياتكم. انا نرمين لطفي وده بيتك مطرحك.